السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعض الإحصائيات تقول بأنه حوالي أو ما يقارب 100,000 فرنسي يهاجرون إلى المغرب. آه، ينتقلون من بلدهم أو يهربون من بلدهم أو يهاجرون من بلدهم إلى المغرب لأسباب اقتصادية في الأغلب، وذلك البحث عن مستقبل أفضل أو مكان للاستقرار بعد التقاعد. فيعتبر المغرب ثاني وجهة للهجرة بالنسبة للشعب الفرنسي. وهنا السؤال اللي أنا باغي نطرحه هو: ما قيمة هذه الهجرة الفرنسية؟ يعني شنو كتضيف لنا هذه الهجرة الفرنسية؟ هل من بينها هجرة للعقول؟ هل هنالك عاملين ماهرين في هذه الهجرة؟ أم أن الأمر لا يتعدى كونه هجرة لبعض المتقاعدين أو كبار السن وبعض الشباب الذين ربما يزاحمون سوق الشغل أو العامل المغربي في سوق الشغل واللي ما كيضيفوا لنا والو؟ هنا يطرح السؤال، لأنه من الواضح أنه هاد النسبة ديال الفرنسيين المهاجرين في المغرب هي نسبة كبيرة. 100,000 فرنسي في المغرب راه ماشي نسبة صغيرة، والمغرب مجرد بلد من بلدان العالم الثالث. يعني هما يعني هاد الأعداد هذه تسير نحو أنها تكون أعداد مليونية، وهذا الحجم الكبير من المهاجرين أنا صراحة أتخوف منه وأشعر بالريبة، لأنه كنعرفوا العلاقات المغربية الفرنسية علاقات شائكة، وإلى الآن أنا أصر أنه ما زال عندنا واحد الجزء ما زال لم نقطعه بشكل تام مع الاستعمار الفرنسي. فما زالت اللغة الفرنسية مسيطرة على مناحي الحياة المالية في المغرب والمعاملات التجارية في المغرب. أنا كنقول على المعاملات التجارية يعني عالية المستوى. فملي كنشوفوا مثلا هذيك فاينانس سيتي أو المدينة المالية في كازابلانكا، فكنشوفوها أنه غادي تكون غالبا معاملاتها أو التعاملات ديالها عن طريق اللغة الفرنسية وليست اللغة الإنجليزية اللي هي اللغة العالمية الفعلية. لأنه إلا ما كنعرفش أو ما عندكش خبار بأنه الفرنسية ليست لغة عالمية ولا يتعامل بها الناس في العالم. يعني اللغة الفرنسية كأي لغة أخرى في الدنيا، ما عندهاش ذاك الوزن الكبير الذي يعتقده البعض، فهي في الحقيقة لغة نكرة بحال اللغات الأخرى. وأن اللغة العالمية أو اللغة التي يعتمدها العالم في التعاملات المالية أو التعاملات التكنولوجية أو غيرها هي اللغة الإنجليزية. وأن الإنجليزية هي لغة العلم، لغة التكنولوجيا، لغة المال ولغة الأعمال، بينما الفرنسية لغة في الحقيقة لغة استعمار. واللغة الاستعمارية يجب الإنهاء أو يجب القطع معها في أقرب فرصة ممكنة. يعني ما يمكنش أن نستمر كدولة دولة اللي عندها تاريخ كبير، دولة اللي تاريخها يعني أكثر من 20 قرن. يعني إذا اعتمدنا على فترة أو بداية من الدولة الإدريسية، يعني الدولة الإسلامية المغربية، الدولة الإدريسية. ما قبل الدولة الإدريسية راه كنا موجودين، ماشي ما كناش يعني مجرد أكذوبة كما شي وحدين أو بحال فرنسا بداتها ما كانش موجودة من قبل، بل كان لنا وجود. هي موريتانيا، الدولة الموريتانية أو دولة المور اللي هي ولات موروكو، هي دولة المغرب. هو تسلسل تاريخي لدولة المغرب أكثر من 20 قرن، يعني شي 12 قرن. وحتى إلا اعتمدنا الدولة الإسلامية 12 قرن، 12 قرن شنو تجي قدامها؟ شحال 40 سنة ديال الاحتلال الفرنسي. يعني 40 سنة تخلي لنا التداول أو المعاملات المالية ومعاملات المال والأعمال بالفرنسية، بينما أن التاريخ ديالنا راه كان كله أمازيغي والعربي فقط، الأمازيغية والعربية فقط. وحتى إن كانت هناك لغة أجنبية داخلة في نطاق الأمة المغربية كانت اللاتينية أو الإسبانية.
لأنه كنا كنتعاملوا مع الإيبيريين، أو كانت إيبيريا أو جزء ضخم من إيبيريا كان تابع للمغرب، وكانت فيه اللغة اللاتينية التي هي اللغة اللاتينية، ومن بعد تطورت إلى اللغة الإسبانية. فكيفاش مازال المغاربة يقبلون بلغة المستعمر أنها تكون حاضرة بقوة داخل يعني دواليب أهم شرايين الدولة، مال الأعمال، وحتى في بعض الأحيان السياسة. فهذا سؤال، وهل هذه الهجرة العكسية من فرنسا إلى المغرب ستساهم في سجن بين قوسين المغرب أكثر داخل هذه البوتقة الاستعمارية الفرنسية، البوتقة الثقافية أو اللغة الفرنسية التي نطال الزمان والأقصار خصنا نتحرروا منها؟ فهذه سؤال. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، شنو بالكم في هذا الشيء، ونتمنى أن يكون هذا الفيديو عجبكم. نشوفكم في فيديو آخر، وإلى اللقاء.